السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده بقى جايلكم فيديو جديد. طبعا زي ما انتم شايفين كمية الدهون بقى اللي على الشباك، جايبه لكم بقى وصفة جميلة جدا تنسف اي دهون عندك بقى على حلل، على البوتاجاز، على الجدران بتاعة المطبخ، على الشبابيك، على اي حاجة، على الشفاط. بصراحة طريقة جميلة جدا. زي ما انتم شايفين بقى النتائج معايا عاملة ازاي. يلا كده نسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم. وهنقول بقى عملنا ايه النهارده كده. ولو انت لسه بقى جديده معايا في القناه، يا ريت تنزلي تعملي الاشتراك بقى اللي بالاحمر تحت الفيديو، وتفعلي زر الجرس، وتختاري الكل عشان كل فيديو توصل لكم، ونبقى عيله كبيره كده مع بعض. ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمه في حياتي. واحب اشكر كل اخواتي وحبايبي اللي بينزلوا كده في الكومنتات ويكتبوا لي جمال كلام جميل. ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمة في حياتي. يلا بينا بقى كده نخش نشوف الخلطة بقى كده ونسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة بقى جبت كده معلقتين كبار من البوتاص، اللي هي الصودا الكاوية، بتيجي بقى من عند محل منظفات. بيبيعها مع اللي هو بيبيع الكرول والقلل والحاجات دوت. بيبيع المادة الصودا الكاوية ديت. هجيب بقى بولة بلاستيك او عندك بخاخة زي ديت هتشتغل فيها على طول، زي ما انا شغالة كده. واحط فيها معلقتين كبار، طبعا انا هعمل كمية كبيرة عشان عندي بقى الشباك بتاع المطبخ ورا البوتاجاز زي ما انتوا شفتم كان شكله بقى، والشفاط كان شكلهم بقى مش نضيف خالص. فالنهارده هتنسي بقى اي دهون عندك خالص، وانسي بقى نهائي اي دهون بقى عندك على البوتاجاز، على الشفاط، على الشباك ورا البوتاجاز. عندك الحلل الالمونيا لو فيها من تحت اي دهون او اي حاجة، طبعا الخلطة ديت هتنسفها جدا. اول حاجة زي ما انا قلت لكم حطيت بقى معلقتين كبار بوتاص. تاني حاجة حطيت عليها كوباية مية كده علشان البوتاص يفك. دي عندي بقى احط معلقتين كبار كربوناتو، اللي هي كربونات الصوديوم بتيجي من عند العطار. هحط عليها معلقتين كبار كده زي ما انتم شايفين، فعشان ديت بالمعلقة بتاعة الشاي عشان تنزل بس في الازازة، فبحط بها، لكن هما معلقتين من بتوع الاكل كبار. طبعا لو عايزه تعملي الخلطه دي بقى في بوله بلاستيك اعمليها برضو، الاتنين يعني كويسين، بس انا قلت عشان انجز الوقت وكله يبقى مره واحده كده زي ما انتم شايفين اهوت. وهجيب بقى عندي معلقتين خل احطهم برضو على الوصفة ديت. يبقى انا حطيت بوتاص وكربوناتو وخل. وهجيب بقى عندي ليمونتين هعصرهم عليها برضو. طبعا انا عايزة الوصفة تبقى غنية بكل حاجة، بحيث ان هي تنسف عندي اي دهون خالص، ويطلع كل حاجة عندي نظيفة وشكلها جميل جدا. زي ما انتم شايفين حطيت البوتاص بقى والكربوناتو والخل، وعندي بقى كانت لقيت ازازة البريل خلصانة، فكان عندي بقى اكياس البريل اللي هي بتاعت الغسلة ديت. جبت كيس بريل اهوت وفضيته برضو عليه عشان يبقى ينعم كده وينضف ويديكي ريحة حلوة كده برضو. يعني انا بحس ان انا نضفت تبقى الريحة عندي حلوة كده ونضيفة زي ما انتم شايفين اهوت. هفضي كده كل محتويات الكيس في الزجاجة اهيت. بعد كده هجيب بقى الليمونتين. طبعا انا كانش جيت ابص ملقتش عندي في التلاجة ليمون، فدول كانوا ليمونتين ناشفين. طب انا هعمل فيهم ايه؟ طب هما ناشفين مش هيتعصروا؟ لا هيتعصروا. لا تحطوهم في الميكروويف؟ طب انا ما عنديش ميكروويف، اعمل ايه؟ شوية مية سخنين وحطوهم فيه. شايفين بقى الطرية خالص اهيت وعصرها قدامكم. يعني لو ما عندكيش ميكروويف شوية مية سخنين تغليهم وتحطوهم عليه، في ثانية هيكون الليمون طري معاكي. دي اول حاجة برضو، يعني دي برضو حاجة كده ناخد بالنا منها. وطبعا انا مش محتاجاه في اكل ولا حاجة، يعني مش الطعم مش فارق. زي ما انتم شايفين اهوت عصرتهم اهوت عشان ينضف معايا ويديني ريحة حلوة كده وينعم الايد. طبعا انا عايزه اعمل بقى الخلطه كده ما يبقاش في عندي اي مضاعفات بقى، لا تعور ايديكي ولا اي حاجه، ويستحسن وانت بتستعمليها ان انت تلبسي جوانتي لو انت اول مره بتعمليها. فطبعا لو انت متعوده قبل كده ان انت تشتغلي بايديكي فمش مشكله. فخلي بالك برضو من النقطه ديت. والماده الكاويه والماده الصودا ديت ماده كاويه يعني حاميه برضو على الايدين. يعني في ناس جتتها حساسه، عندها حساسيه وكده فما بتستحملش. فنخلي بالنا برضو من الحته دي، يعني مش ان انا هاجي انضف حاجة واضر حاجة تانية.
لا، عايزين نخلص كله كده ويكون كله كده تمام، مفيش اي اضرار ولا اي حاجه. تاني حاجه بقى علشان الخلطه تمسك معايا شويه، هحط لها بقى معلقتين نشا زي ما انتم شايفين اهوت. عملت ايدي قرطاسه اهي. ايه رايكم بقى؟ الست الشاطره بقى اللي هي تدبر كل حاجه كده وهي واقفه، مفيش اي حاجه بقى تقف قدامها وتخلي عنها كده بقى في نص راسها. طيب انا عايزه دلوقتي الخلطه ديت ما بخهاش في البخاخه، هعمل ايه؟ هزود كميه النشا شوية علشان تديني. يعني انا جيت في الاخر قمت رايحة عاملاها كلها وقلت انا لسه هقعد بقى بخ كل شوية، قمت رايحة عاملاها ومدهناها على الحيطة في ثانية كانت منضفاها. لو انت عندك الحيطة وكده ومش عايزة تبخ وعايزة تخلصه كله مرة واحدة كده، هتقومي ماسكة حاطة لها شوية نشا كمان ومقلباها كده، وبعد كده مسحاه هيطلع معاكي زي الفل. شايفين بقى الشباك عامل ازاي؟ انا بقى هاجي الوقت هنجز كله بقى الدقيقة دهيت. شايفين في ثانية اهوت. وطبعا تخلي بالك علشان لو ايديكي عندك حساسية ولا حاجة. طبعا انا كنت خلصت كان عندي بقى مكانش لقيت جوندات فعملت بايديا، فطبعا هي اتعورت يعني النهاردة وجعاني جدا. فخلي بالكم من النقطة ديت. طبعا شايفين في ثانية اهو، يعني انا دهنتها وفي ثانية بمسحها اهو. شوفي بحتة سفنجة اهي. شايفين؟ ايه رأيكم بقى؟ شايفين الفرق؟ طبعا هو قبل كده كان شكله مش لطيف خالص. وطبعا دوت مكان الخشب المطبخ، هنجيب بقى الخشب وهننصب البوتاجاز وهننصب كل حاجه كده، وهوريكم الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. فعايزه تشجيع منكم كده بقى ودعم ليا، تكتبوا لي بقى في الكومنتات كده ودعوه حلوه من قلبكم ايه في الايام اللي جايه ديت بقى، عشان ربنا ايه كده يعيني واخلص. طبعا جه بقى الشغل المظبوط، وقفت بقى على الكرسي كده وجبت الشباك كله من اوله لاخره. شايفين الشباك عامل ازاي؟ ودي كده كان الشباك مقطوع، فعشان ما يدخلش تراب ولا اي حاجه كنت حاطه فيه كيس بلاستيك كده برماه وحاطاه في قلبه. شايفين الشباك عامل ازاي؟ همسكه كله بقى كده واغسله بقى بالميه برضو ده، يعني بقى بعد ما انا خلصت كده دعك وكده هقوم جايه بقى بالميه جنب مني، بقى ان الميه جنب مني في الحنفيه. فقلت بقى لازم اشطفه كل وقت. شايفين الحيطه عامله ازاي؟ طبعا الوقت النتيجه جميله جدا وابهرتني بصراحه، ما كنتش متخيله الحلاوه دي والنظافه والجمال ده. شايفين؟ ولا تدعكي بقى ولا تتعبي في نفسك خالص. شايفين اهوت بالليفه او حته سفنجه، بيبقى فيه سفنج كده خشن شوية هيطلع معاكي بسرعة. شايفين؟ ايه رأيكم بقى؟ مين بقى وصل معايا لغاية دلوقتي في الفيديو ولسه بقى ما حطش اللايك؟ يلا بقى كده كل يوم كده يتشجع بقى ويعمل تنظيفات بقى كده ويوضب كده العمل قبل الشتاء. انا قلت استغلت بقى الفرصة ان لسه بقى الخشب ما جاش والبوتاجاز ما جاش، فقلت لازم بقى اديلها التنظيفة العميقة دي. وشايفين لون اللمعة بقى؟ طبعا اللمعة ديت من الليمون والخل، هو اللي مديني اللمعة الجميلة ديت. وهمسك برضو الشفاط في ثانية هيبقى معايا شمعة منور. طبعا دي كلها كده شايفين الشباك بقى عامل ازاي؟ مفيش بقى احلى من كده. وهجي بقى احط خلقة كده حتة قماشة نظيفة في عاب الشباك من تحت عشان ما يجيبش تراب. فخليكي بقى ست شاطرة كده ولهلوبة كده وجدعة، وتقومي تخلصي كده وتبقى حاجتك كده نظيفة ومهدية الاعصاب. زي ما انتم شايفين دي بقى الشفاط اهو. شايفين عامل ازاي؟ هدهنه كده دهنة مظبوطة وفي ثانية وهمسحه مش هيبقى فيه اي حاجة. انا جيت بقى قلت أنا لسه هبخ بقى بالبخاخة. طب وعلى ايه؟ قمت حطاها كده عندي في جردل كده بلاستيك، ومسكت بقى دهنت الحيطان ودهنت بقى الشفاط. هوريكم بقى الشفاط في ثانية اهو دهنته بقى من بره وجوه، ولا تدعكي ولا تتعبي نفسك خالص، كله كده في ثانية كده. اما بقى عندي بقى وصفة كده ومجربة كده وسهلة وجميلة ولطيفة كده وفي ثانية كده ايه اللي يخليني بقى ان انا اقعد اضيع وقت؟ شايفين اهوت؟ هقرب لكم بس الكاميرا كده. ايه رايكم بقى؟ ولا دعك ولا اي حاجة. شايفين؟ مفيش بقى اسهل من كده. في ثانية الشفاط بقى اللي بيقعد ياخد وقت كتير وعلى ما تنضفيه ويهبطك كده، لا في ثانية انسي بقى اي مجهود خالص من النهاردة بعد الوصفة الجميلة دي. شايفين اهوت؟ ايه رأيكم بقى؟
استاهل بقى لايك ولا لا؟ وزي ما انتم شايفين بقى كده خلصت الشفاطة اهوت، هشطفه بس كده، والحيطة بقى خلصتها والشباك. حاجة كده جميلة كده ومرضية كده للعين. ويبقى النهاردة كده الفيديو خفيف كده على قلوبكم. يلا بقى كل كده اللي يحط لي اللايك، واللي لسه جديد معايا في القناة ما ينساش بقى يعمل الاشتراك ويفعل زر الجرس ويختار الكل عشان كل فيديو توصل لكم، ونبقى عيلة كبيرة كده مع بعض. وطبعا اللايك ما بيغرمش حاجة، بس بيرفع معايا من الفيديو عشان اقدر عدد من اخواتنا وحبايبنا كده يشوفوه. والاماكن الضيقه اللي عندك ديت، عندك فرشه اسنان قديمه ما بتستعملهاش من بتاعتك من بتاعه اولادك، في ثانيه وتقوم منظفه بيها الاماكن الضيقه ديت. فانا لما حطيت الوصفه كله طلع معايا، ما بقاش اي حاجه معايا خالص، فما احتجتهاش. شايفين بقى لون الشفاط بقى عامل ازاي؟ طبعا كده بقى النتيجه معايا مرضيه والشكل جميل. اشوفكم فيديو جديد احلى واحلى، مع السلامه.